يا هلا وغلا فيكم متابعينا الكرام، نرحب فيكم في برنامجكم أمة 2016 مع المرشح والنائب السابق والنائب القادم إن شاء الله مبارك الوعلان. نرحب فيك يا أبو عبد الله. حياك الله، يا أهلا وسهلا، وأنا سعيد حقيقة بهذه الاستضافة وهذا اللقاء أيضا. الله يوفقك في ترشيحك وفي الانتخابات القادمة. أبو عبد الله، سبق وأنك تكلمت عن المشاركة بالصوت الواحد وقلت ما لم يقوله مالكا في الخمر، شلون تقنعنا عكس ذلك؟ بارك الله فيك. بداية بلا شك أن لله الحمد لما تقدمنا بهذه الخطوة ليس لدينا شيء نخجل منه، وأنا أعتقد ليس عيبا أن الإنسان يغير الموقف ويغير أيضا تكتيكاته في اللعبة السياسية. بالنسبة لمبادئنا وكل كلمة وكل مبدأ قلناه احنا متمسكين فيه وملتزمين فيه، وانا اعتقد هذا التزام اخلاقي والتزام امام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. لكن لا يمكن، انا اتمنى هالسؤال انه يقلب ويكون العكس. طيب اذا ما نزلنا وجالسين الى وين رايح البلد؟ امامنا شيء مهم جدا، يجب ان نعرف ان دولة الكويت ومصلحة الشعب الكويتي هو اكبر من اي موقف، وهو أكبر من أي حدث، وهو أكبر من أي تعنت يضيع البلد. ما نراه أن كل الأمور بانحدار بكل أسف. مصالح الشعب الكويتي، أمن البلد، اقتصاد البلد، رسوم وغيرها من هذه الأمور، ويمكن كثير من القضايا اللي نشوفها اليوم على رأسها حقيقة يعني الجناسي وكذلك البصمة الوراثية والرسوم وأمور كثيرة ناهيك عن الانحدار في كل ما تقوم به السلطة بكل أسف. أضف إلى ذلك أن مجلس مناديب كما اسمه لا يهش ولا ينش أمام كل هذا الخلل الواسع. فبالتالي أنا أعتقد أمام ذلك وأمام ما نراه من بلدنا وأيضا الظروف الإقليمية المحيطة فينا تجعل أي إنسان يعيد حساباته 100,000 مرة. أنا وأيضا بقية الأخوة كان لنا حقيقة موقف بعدم المشاركة، وكنا ثابتين على هذا الموقف، لكن ما غيرنا. لا يمكن أن نرى لأعز منا وهي دولة الكويت وأهل الكويت هذا الانهيار ونقف جامدين. وأنا قلت يمكن في أول لقاء أن لنا قدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. يعني حتى بعض الصحابة انتقدوا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن هذا ما منع. وكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة مصلحة الأمة الإسلامية، كانت النتيجة فتح مكة، كانت النتيجة الدولة الإسلامية اللي اكتسحت العالم من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه. فبالتالي أنا أعتقد ما هو عيب ولا هو نقص ولا يعيبنا ولا عندنا أي شيء نخجل منه لما نغير تكتيكنا وموقفنا حتى نوقف هذا الهدر وهذا الدمار اللي نراه في جميع المؤسسات اللي أمامنا. أتمنى أن تكون الصورة واضحة، هذا ما دعانا حقيقة. أما بالنسبة لمبادئنا كل ما قلنا احنا ملتزمين فيه، وكل مبدأ من محاربة الفساد إلى معارضة صوت واحد إلى كلها، لكن لا يمكن أن نرضى. الآن الأخ مسلم براك في السجن، بقية الشباب عليهم أيضا محكومية، احنا من الناس علينا أيضا محكومية، كثير من الأمور، ومستمرة الحكومة بقيها السلطة وبأيضا مطارداتها ولا أحد قاعد يوقفها. فالمهم بالأمور هذه كلها أبو عبد الله. الآن اللي يقرر هذا الأمر هم الناخبين اللي يدعمون ويدعون إلى المشاركة. كيف تلمست رأي الناخبين في ترشيح مبارك الوعلان؟ يمكن إبداء رأيي في هالموضوع تكون شهادتي فيه مجروحة، ورأيي أيضا أكون مجروح، لكن أنت يكفيك أن تنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي لترصد حجم التأييد. بلا شك أن هناك نحترم رغبة البعض اللي ما زال متمسك موقفه، هذا رأيه وحقه. لكن هناك أيضا تيار فساد لا يريد أن ينزل الناس الأخيار والناس اللي فيهم خير، حتى يعرف جيدا أن هؤلاء سيحاربون فساده وسيحاربون كل أركان الفساد اللي موجودة بالبلد. هذا موجودين، لكن بشكل واسع، والشريحة الواسع بإمكانك رصدها أنت وغيرك من الأخوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لله الحمد يعني النسبة كبيرة جدا والكل يرصدها، ما أبدي رأيي أنا فيها لأني طرف في هذا الموضوع، لكن يكفيك أن تلغي نظرة لتعرف حجم التأييد. والحمد لله يعني الآن أعتقد الشعب الكويتي أكبر من أن واحد يستغفله بكلمة هنا أو هنا. يعني تقدر يعني نفهم من كلامك ان في ناس مقاطعين وثابتين على مبدأ المقاطعة اللي هي الأولى والثانية والثالثة، وفي ناس قاعدة
وتاخذ دور المقاطعين وتدفعكم انكم ما تشاركون، هذا الامر شنو؟ اخ احمد في مجموعه كبيره جدا من تيار الفساد وادواته والكل يعرفهم رموزهم، هذول مو من مصلحتهم ينزل جمعان الحربش، ينزل مبارك الولان، ينزل فيصل مسلم، ينزل سالم النملان، ينزل ولي طبطبائي، ينزل شعيب المويزري، ينزلون الناس الاخيار، ليس من مصلحتهم لانهم يعرفون، احنا ما نلومهم لان صراخهم على قدر المهم، وهم كل هذا النعيق وكل هذا الصراخ وكل هذا اللي نراه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، هم يعرفون ان اذا جينا باذن الله سنقف امامهم وسنكون عائق امام حقيقه فسادهم اللي دمر البلد، لكن هناك فئه لا نملك امامها الاحترام والتقدير، وشيء طبيعي ان نختلف بالاراء. اليوم انت لك راي انا لي راي، لكن بالنسبه لمبادئنا الكل ثابت عليها وواقف عليها. مطير كانت راس حربه في المقاطعه، الان مطير هل ستكون راس حربه في المشاركه ام ستقاطع؟ انا لا اريد ان احصر العمليه بقبيله، بالعكس يعني احنا لما تحركنا كان هناك حقيقه كوكبه من الشباب كثر وكان لهم دور بارز جدا، وايضا شباب مطير جزء من هذا الحراك، وهم وبقيه القبائل وبقيه عوائل اهل الكويت والكل انا اعتقد، فبالتالي اتمنى الا نحصرها بقبيله، لكن انا ما المسه الان على سبيل المثال في دائرتنا، وبلا شك ان قبيله المطير تشكل رقم لا يستهان فيه، وايضا القبائل الاخرى مع احترامنا وتقديرنا الكامل لها ارقام ايضا لا يستهان لها. واي مرشح انا اعتقد الان لا يسعى الى قبيله او كذا، انما اليوم تاخذ من كل الاطياف وكل الالوان، فما هي محصوره، لكن اعتقد ان بالنسبه للمشاركه نسبه كبيره، وبلا شك ان نواب المعارضه لهم يعني رمزيه ولهم احترام بثباتهم على مواقف كثيره، والناس تقدر هذا الثبات، واعتقد هذه الانتخابات ستشهد مشاركة كبيرة جدا لإيصال الناس اللي فيهم خير والأحرار إلى قبة البرلمان. ناهيك يعني ليس الأمر متعلق بقبيلة معينة أو عائلة معينة أو طائفة معينة، كل أهل الكويت، احنا جينا اتصالات والله من داخل الكويت، ما نقول لك بدائرتنا، من عوائل حضرية وبدوية ومذاهب مختلفة، الكل يؤيد، يعني اليوم كل محب لدولة الكويت يريد الناس الأخيار بكل مكان، سواء بالدائرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فما أصبحت العملية محصورة بفئة أو بقبيلة أو بعائلة معينة، الكل يشهد ويطمع إلى الإصلاح ويطمع أيضا إلى إيصال الناس اللي فيهم خير محبة ببلده، والكويت أنا أعتقد أكبر من كل مسمى ممكن أن نطلق. تستاهل الكويت، هل عودتك للمشاركة هي الفراق السياسي ما بينك وبين مسلم البراك؟ أبو حمود، مسلم البراك تعجز الكلمات أن توفي هذا الرمز حقه. مسلم البراك قدم تضحيات كبيرة، وأنا من الناس شاهدت فيه مجروحا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بيني وبين أبو حمود قطيعة. أنا بالعكس من معزة مسلم سميت ولدي على مسلم البراك، على مسلم الصغير. أيوة، مسلم الصغير يسألني قبل كم يوم أبو حمود يقول ها شلون؟ قلت والله إذا صراخة نفسك يعني يبي يشارك مسلم الصغير إن شاء الله إن شاء الله. فبالتالي بالعكس أبو حمود يعني ما أتصور أن في يوم من الأيام يكون بيننا فراق لا أخوي ولا سياسي، لأن أنا بالنسبة لي مقتنع قناعة كاملة بخط ونهج مسلم البراك، وأيضا أعتقد أن شاركناه بجزء كبير من هذا الحقيقة الفكر اللي هو مؤمن فيه واللي هو لمصلحة الكويت، فبالتالي يعني ما كنت أود حقيقة رغم أن لك كل الحرية بإطلاق مثل هذا السؤال، لأن اللي بيني وبين حمود أو بين أبو حمود مسلم البراك أكبر من ذلك، ويبقى مسلم البراك رجل التضحيات، ويبقى ضمير الأمة رمز لكل حر وكل شريف. يستاهل أبو حمود يمكن للعلم ترى آمين أحد أسباب نزولي هو مسلم البراك. يستاهل وانت قدها يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، هل هناك نية لإعادة كتلة التنمية والإصلاح؟ بلا شك أنهم كانوا كوكبة من الأخوة اللي الواحد يفتخر فيهم يعني، وكان على رأسهم الأخ فيصل مسلم اللي يعني هذا الرجل أيضا أنا تعجز الكلمات أن توفي حقه، وكذلك الأخ جمعان الحربش وبقية الأخوة، وأيضا أستذكر المرحوم فلح الصواغ رحمة الله عليه وما أحوجنا إليه في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. لكن هذا يعني أنا أعتقد سابق لأوانه. أنت تعرف الكتلة تكونت في فترة معينة لأسباب معينة، بلا شك أن نتشرف
كل الأخوة اللي كانوا معنا فيها، واللي كانت حقيقة مواقفهم مشرفة تجاه كل قضايا تمس الوطن. واعتقد هذا سابق الاوان. الان ما فيها وجود هذه الفكره، لكن يوصلون البرلمان اعتقد تتبلور الفكره، ونعرف من وصل منا الى البرلمان، وبناء عليه انا اعتقد تحدد خطوط اعاده الكتله او عدم اعادتها او الاندماج بكتله اخرى. انا اعتقد يعني سابق الاوان ان شاء الله. زين ابو عبد الله، حظوظ مبارك الوعلان في الانتخابات وحظوظ المعارضه بشكل عام على مستوى الدوائر كلها في الانتخابات. احنا مرينا بانتخابات وتجارب سابقة. انا يمكن خلال هاليومين فقط بديت بزيارات الدواوين المنطقة، ولمست يعني فرحة بشكل يعني ملفت للنظر، سواء لمشاركتي او مشاركة غيري من الناس، وتجد الناس يعني تعبر عن فرحتها بشيء كبير جدا وبعفوية وبقوة، لأنهم أنا أعتقد هم متعطشين لهؤلاء الناس الأخيار اللي مثلوهم ولم يبيعوا ولم يشتروا فيهم، ولم يجعلوا أبناء الشعب الكويتي وشباب الكويت وأهل الكويت سلعة للبيع والمساومة السياسية، إنما كان مصلحتهم هو تقديم مصلحة المواطن الكويتي وتقديم مصلحة الكويت على كل شيء. فبالتالي أنا أعتقد إذا تسألني عن رأيي الشخصي، أنا أقول إحنا يعني بعض الأخوة وبعض الأسامي الكبيرة اللي كانت بالمجالس السابقة من كتلة الأغلبية أعتقد لها حظوة كبيرة جدا، لكن أنت تعرف قضية الصوت الواحد مزعج جدا في قضية الاختيار. يعني على سبيل المثال في الدائرة الرابعة عندنا أكثر من شخص، يعني فتحتار أين تضع هذا الصوت. تريد أن ترضي الجميع لكن لا يمكن بالأخير إلا أن ترضي شخص واحد، فالعملية دقيقة جدا. لكن تقديري أن ستصل مجموعة لا يستهان فيها بإذن الله، يكونون في المجلس يكونون أيضا مجموعة كبيرة حتى نستطيع تحقيق الأهداف اللي الكل يسعى لها. هذه أمنيات أو واقع اللي قاعد تقوله؟ والله بلا شك كل شيء يبدأ بأمنية، لكن هذه الأمنية هي مربوطة بمعاناة وهموم كثير من الناس. هذا هو واقعنا الآن اللي سينقل هذه الأمنيات إلى واقع حقيقي وإلى حقيقة إن شاء الله بعد إقفال الصناديق وبعد خروج النتائج. وأعتقد إن لم أكن جازما يعني أن ستكون مجموعة كبيرة تنتهج النهج المعارض. وأنا أقول يعني لا يعتقد أن نأتي بهدف المعارضة، إنما جئنا بهدف الإصلاح، لكن هذا الإصلاح لا يكون بمهادنة السلطة وإعطاء الابتسامات كل من حقيقة يعني خذل الشعب الكويتي، وكل من استهان بأبناء الكويت، وكل من أخطأ بحق الكويت، وكل من أخطأ بحق أبناء الكويت. أنا أعتقد يجب أن يحاسب كائنا من كان، من رئيس الحكومة إلى أصغر فرد، إلى أصغر شرطي أو فرد في يوم من الأيام اعتدى على كرامة مواطن وأهان مواطن. فبالتالي المجلس القادم أنا أعتقد هو مجلس المحاسبة أيا كانت النتيجة. البعض يخوف من لا سيحل ما يحل، أنا أعتقد الأمانة يجب أن تنقل بكل قوة وبكل أيضا شجاعة، حتى الكلام الذي نقوله إذا لم يترجم لأفعال لا خير فيه. وبالتالي سننقل كل هذه الهموم إلى قبة عبد الله السالم، وهناك يكون الفيصل، ومن يحكم علينا بذلك وعلى هذا الأداء هو الشعب الكويتي. نحيي فيك روح الإصرار وروح السمو يا أبو عبد الله، ونسألك سؤال: هل المال السياسي سيؤثر في الدائرة الرابعة؟ المال السياسي موجود من الآن، موجود، يعني ما في داعي الإنسان يعني يقول لا أو ينكر هذا الشيء. لكن بالدائرة الرابعة تحديدا الناس اليوم كثير منها يعرف أن البعض يستخدم هذا المال لشراء الذمم، وأنا أعتقد هذه رسالة دور إذا كان، ولو أن يعني لا نعتب على أصلا وزارة الداخلية اللي تمشي. بدنا نتكلم على الناخبين نفسهم. الناخبين أنا أعتقد عندنا شريحة كبيرة جدا من أبناء الدائرة لم تغريهم هذه الإغراءات، وإن كانت النفوس تختلف وتتعدد لكن هو موجود، وهناك أطراف فساد كبيرة وكثيرة جدا تدفع هذه الأموال لإسقاط كثير من الرموز. لكن أنا أعتقد ستأتيهم رسالة مدوية من أبناء المنطقة الرابعة تحديدا لإلجام كل أصحاب هذه الأموال ورؤوس الفساد، وبإذن الله أنهم ما يحصلون مبتقاهم، وبيننا وبينهم إن شاء الله
نتائج الانتخابات. بيننا وبينهم الصناديق. ابو عبد الله، يوم ترشحك القيت خطاب ناري ولاقى اصداء واعجاب الكثير، والكثير تفاعل مع هذا الخطاب. البعض اعجب في هذا الخطاب، والبعض يقول مبارك الوعلان اعاد مفردات التأزيم. اذا يتكلمون عن قضيه التأزيم، احنا اعطيناهم كل هذه الفتره من أزم، كنا خارجين المشهد السياسي، وبالتالي وضح من هو يؤزم ومن هو يسعى للتأزيم. فهذا هذه الاسطوانه المشروخه انتهينا منها. لكن انا في كلمتي بعد تسجيلي في الانتخابات ما قلته هو هموم الناس، ما قلته هو معاناه الناس. اذا كان البعض يجب ان يقول هذه الحقيقه، ويجب ان يشير الى موضع الخطا، ويجب ان يشير الى الشخص المسؤول، هذه تبقى مشكلة. بالنسبه لي انا نقلتها بكل امانه، وهذا خطي، وستكون المواجهه قريبه ان شاء الله في قبه عبد الله السالم. لكن هذه هموم الناس، هناك مشاكل، الناس الآن مهددة بوجودها، مهددة بأمنها، مهددة برزقها، مهددة بحرياتها، مهددة حتى يمكن بأبسط الأمور، يمكن تمشي بالشارع ما تتوقع من يمسكك، من يكلبشك، من يقطك بالسجن، من يلقي لك التهمة جزافا. فكل هذا الرعب أنا أعتقد هذا نقلته في تلك الكلمة. وإن شاء الله يعني كل هموم وكل مشكلة يعاني منها أبناء الكويت ستنقل بإذن الله إلى مجلس الأمة إذا قدر الله سبحانه وتعالى ووصلنا إن شاء الله. إن شاء الله. أبو عبد الله، هل مشاركتك هي تهاون في تضحيات من سجن ومن سحبت جناسية، أم أنك ستعيد اعتبار لهم؟ بلا شك أن أسباب عدة. يعني يشهد الله أن أنا من الناس يعني كنت زاهد بالكرسي وزاهد أيضا بالمشاركة، وكانت يمكن هذا يعودنا إلى السؤال الأول، كانت لي كلمات كبيرة في المقاطعة. لكن أمام ما نراه الآن من وضع سيء، ومن يعني أنا أعتقد ما عندنا غير الكويت. لما كان سنة 1990 ما عندنا غير هالبلد، وما عندنا غير هذه المؤسسات اللي نفتخر فيها، وما عندنا غير هذه الديمقراطية اللي نفتخر فيها. فإذا كانت هذه المؤسسات أن نرى السوس والفساد وسرطان الفساد ينخر فيها وإحنا ساكتين، أعتقد ما هي من الشيمة وليست من الخلق وليست من العقل قبل كل شيء. وأيضا مصلحة الكويت فوق كل شيء، هي تغير كل موقف وكل كلمة قلناها لمصلحة بلدنا. بلا شك أن معاناة الشباب وسجن الشباب وضرب أصحاب الرأي ومطاردة كل من يقرد وغير من هذه الأمور، والحبس الاحتياطي وأمور عدة، واللي نرى الآن هم ذاهبين إلى أسوأ من ذلك، ناهيك عن الوثيقة الاقتصادية واللي أنا سميتها حقيقة الوثيقة الانتقامية من الشريحة الواسعة، وأقصد فيها الطبقة الوسطى من أبناء الشعب الكويتي، وما نراه من هدر للمال العام. كل هذه الأمور مع بعضها ناهيك أيضا عن العبث في قضية البصمة الوراثية، اللي لم تكن أي دولة حتى من سبقنا بخطوات كبيرة جدا تمتد إلى مئات السنوات في الديمقراطية لم يطبق هذه البصمة. نجد عندنا بدولة الكويت بكل أسف يريدون تطبيقها على أكثر من مليون شخص، وناهيك عن المشاكل والمعوقات التي ترفض هذه البصمة من قضية الشرع، الرأي الشرعي لكثير من المشايخ اللي نجلهم ونحترمهم، ناهيك عن الخلق، ناهيك عن حقيقة تبعات كبيرة جدا مدمرة على المجتمع الكويتي متى ما طبقت. كل هذه الأسباب بلا شك، ومطاردة شباب الكويت. يعني متى كان عندنا شباب يهجرون الكويت؟ دولة الكويت هي اللي كانت ربيع هذه المنطقة، الكل يتهافت إلى زيارة دولة الكويت ويفتخر أن ذهب إلى دولة الكويت. الآن شبابنا تجدهم بالخارج، بين مهجر وبين هربان وبين مسحوبة جنسيته وبين منفي بكل أسف. فبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا يكون عندنا حقيقة حس وواجب ومبادرة لتغيير هذا الوضع. كل هذه الأسباب مجتمع حقيقة هي اللي دعتني للمشاركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إحنا وبقية زملائنا أن نستطيع أن نقدم شيء في المجلس القادم. إحنا لا ندعي أن معنا عصا سحرية لننهي كل هذه المشاكل، لكن أعتقد أننا سننقل هذه الهموم وسننقل هذه المشاكل وسنطالب لها بكل قوة وكل شجاعة وكل أمانة بإذن الله. أنت قدمت نفسك أبو عبد الله، وحنا سعيدين جدا أننا استضفنا في أول لقاء هو نائب مشهود له بالوطنية وبالمواقف وفي مواقف العزة، مبارك الوعلان. كلمة أخيرة توجهها لأبناء الدائرة الرابعة
وأبناء دوائر الكويت الخمسة ككل؟ أنا أقول يجب أن نضع بداية الله سبحانه وتعالى أمام نصب عيون، وثانيا مصلحة البلد ومصلحة الكويت. هذه الكويت ما لنا غيرها، فبالتالي يجب أن إذا كنا نريد أن نقدم شيء لبلدنا في هذه الفترة بالذات، يجب أن نقدم الاختيار السليم حتى تكون نتائج هذه الاختيار مرجعها علينا نحن. أنت الآن كناخب متى ما كان اختيارك بالشكل الصحيح بلا شك أن النتيجة ما أقول لك 100% لكن ستخرج بنسبة كبيرة. تجتهد باختيارك إلى أن توصل الناس اللي فيهم خير. أما متى ما وصلنا حقيقة لإرضاء لطائفة أو قبيلة أو فخذ أو مصلحة معينة أو مبلغ من المال أو غيره من هذه الأسباب، يعني ايش تتوقع من اليوم يعني يشتريك بهذه الوسيلة البسيطة سيبيعك. يعني أنا يحضرني حقيقة كلمة لأحد الحقيقة يعني الكتاب أو العظماء الأوروبيين، يقول أن الحرامي العادي هو يأتي ويسرقك، يأتي يسرق بيتك لأنه حرامي. لكن المشكلة لما احنا نخلق حرامي سياسي، وهذه مصيبة. الحرامي السياسي احنا نصنعه ويرجع يسرقنا ويسرق ارزاقنا وارزاق البلد، ولكن هذا اختيار ايدينا. الحرامي هذاك ياتيك غفلة وانت ما تدري عنه، لكن الحرامي السياسي هو انت من تساهم بصنعه ويرجع عليك ويسرقك. فرسالتي حقيقة لابناء الدائرة الرابعة والأولى والثانية والثالثة والرابعة، لا تخلقوا حرامي سياسي. كفى هذه الضربات بالحرامية حقيقة. شاكر لك. شرفنا يا ابو عبد الله وسعيدين، وعسى الله يوفقك ان شاء الله. ومتابعين الكرام ان شاء الله نقول لكم تابعونا مع الضيف القادم.